البخيل اللي بيخليها هي تدفع، او روح انت مع نفسك، او نتقسم الاجره مع بعض، او نقسم ثمن الوجبه مع بعض، وده حالات وشفناها وموجوده. ده شخص يعني ايه، هو مش عاوز القوامه، القوامه اولها ايه؟ بما انفقوا، ده من اولها كده. ولا انصح بيه ابدا ابدا، ولا تتغاضى عن النقطه دي تحديدا. بعض البنات ممكن تتغاضى فعلا عن بعض تصرفات العريس في البدايه وفي فتره الخطوبه. ده مؤشر اللي هيجي اللي بيحصل في الخطوبه. انا بقول لك ده مصغر، اللي هيحصل في المستقبل هو ده. لو هو بخيل موقف واثنين وثلاثه والراجل البخيل اسوأ انواع الرجال اللي ممكن تتعاملي معاهم. ساعات كتيره جدا بيتظاهر بالفقر والحاجه، وساعات العكس. هقول لكم ازاي. ودايما اصلا بيفشل في تمثيل دور ان هو كريم بقى في فتره الخطوبه. ليه؟ لان كل اناء ينضح بما فيه، هيجي موقف هيبينه. اصعب الصفات اللي ممكن